في خلال فيديو النهارده هنشرح القصه الاصليه بتاعت شخصيه دكتور دوم من كوميكس مارفل، وبلاش ان احنا نطول ويلا نخش في الفيديو. دكتور دوم يعتبر من اقوى الفيلنز اللي اتقدموا في كوميكس مارفل، ولكن اكتر حاجه هو مشهور بيها ان هو يعتبر الفيلن بتاع الفانتاستيك فور الاساسي، وتحديدا يعتبر عدو اللدود هو ريد ريتشارد او مستر فانتاستيك. وكذلك برضو دكتور دوم تدخل في اقوى الاحداث اللي هي حصلت برضو في الكوميكس، وطبعا اقوى واهم الاحداث دي احنا عندنا السيكريت وورز القديمه، وكذلك برضو الجزء الثاني منها والجزء الثالث واللي هي سيكريت وورز 2015. ومن المعلومات اللي احنا نشرحها بعد شويه ممكن تحس ان دكتور دوم يعتبر هو فيلن، او لو انت قريت كوميكس ممكن يجيلك الاحساس ده، او حتى برضه لو انت شفت اي اعمال انيميشن. ولكن في الحقيقه هو ولا يعتبر بطل ولا يعتبر فيلن، ممكن تسميه كده ان هو انتي هيرو، واحيانا كمان برضه كان بيقف في الصف بتاع الابطال، وده لانه في الاول وفي الاخر هو بيشوف المصلحه بتاعته هي فين وبيعرف الصح من الغلط، وبعد كده بيقف في الصف بتاعه اللي هو شايفه ان هو صح، حتى لو مفيش اي حد تاني واقف جنبه هيواجه كل الناس طالما شايف نفسه ان هو فعلا عنده وجهة نظر صح. والشخصية دي مش سهل ان انا اشرح لك القصة الاصلية بتاعتها من الكوميكس بكل سهولة وانت تستوعبها، وده لانه هو يعتبر شخصية معقدة وعنده آراء فلسفية وطريقة تفكير ممكن تحسها ان هي عميقة شوية، وعشان كده مفيش اي حد بيفهمه من الابطال حتى في الاحداث بتاعت سيكريت وورز اللي هي بتحصل. ونقطة قوته وهي برضه في نفس الوقت نقطة ضعفه يعتبر هو الانا او الايجو، هو بيبقى شايف نفسه ان هو فعلا جدير ان هو يعمل اي حاجة هو عايزها، على عكس بقية الناس التانية اللي هي تعتبر ضعيفة او بيشوفهم على انهم ممكن يكونوا حسالة، فهو شايف نفسه حرفيا على كل اللي حواليه. ولكن برضه في بعض الاحيان الغرور بتاعه ده هو اللي بيخليه ان هو يفشل. بس بالرغم من كده دكتور دوم يعتبر في الكوميكس من اذكى الشخصيات في عالم مارفل، زي الاعداء بتوعه زي توني ستارك وريد ريتشارد. وضيف على كده كمان ان هو كمان في الكوميكس يعتبر هو ساحر، ويمكن كمان عدى دكتور سترينج في بعض الاحيان، وده لانه كان بينافس دكتور سترينج في السحر. وفي شويه كوميكس اتعملت كان فيها تعاون دكتور سترينج مع دكتور دوم عشان مثلا مصلحه كبيره او مصلحه بتخص دكتور دوم، وعشان كده اضطروا ان هم يتعاونوا مع بعض. ومن ضمن الاحداث دي دكتور سترينج دكتور دوم ترامف اند تورمنت، والكوميكس اللي هي باسم تايم رانز اوت واللي هي بتمهد لسيكريت وورز 2015. وممكن برضو تضيف سيكريت وورز 2015 نفسها لان برضو شفنا فيها التعاون بتاع دكتور دوم ودكتور سترينج، ولكن مش في خلال الكوميكس كلها، ممكن تقول في البدايات. وبالمناسبه كوميكس سيكريت وورز 2015 هي اتشرحت هنا برضو في القناه. اما بالنسبه للاصول بتاعت شخصيه دكتور دوم، فاسم الشخصيه الحقيقي جوه الكوميكس هو فيكتور فان دوم، واتولد في دوله اسمها لاتفيريا، ويعتبر اتولد من عيله فقيره، وامه كان اسمها سينثيا فون دوم، وكانت برضو اتقدمت على انها ساحره وعملت صفقه مع مافيستو، ولكن الصفقه دي في النهايه هي فشلت، وده خلى امه ان هي تموت. ولما امه ماتت روحها راحت عند مافيستو، ولما فيكتور عرف الموضوع ده بدا ان هو يطور من نفسه ويطور من ذكائه على امل ان هو يعرف يرجع روح امه تاني من مافيستو، وده خلاه كمان ان هو يتدخل في النقطه بتاعت السحر ويفهم عنه اكتر، بحيث ان هو يحاول يعمل اي حاجه عشان بس يرجع روح امه تاني. وفي الكوميكس قبل كده وضح ان هو فعلا كان شخصيه ذكيه، وده اللي اداله منحه عشان يروح يدرس في امريكا، تحديدا جامعه امباير ستيت. ولما راح هناك عشان يدرس بقى عنده واحد صاحبه موجود هناك في الجامعه واللي هو ريد ريتشارد، وكانوا الاثنين يعتبروا زملاء في السكن. وعلى قد ان هو ريد ريتشارد كان بيتعامل معاه طبيعي على انه شخصيه ودوده، الا ان فيكتور كان بيشوف ان ريد ريتشارد شخصيه تافهه، وكان بيشوف حرفيا كل اللي حواليه ان هم الناس بتضيع وقته. وده على عكس فيكتور اللي هو اساسا رايح الجامعه هناك عشان يعمل آلة يقدر عن طريقها يرجع روح امه تاني، فهو كان شايف نفسه ان هو يقدر يرجع روح امه تاني، ولكن مفيش اي حد حواليه يعرف يساعده، وكل اللي حواليه ما عندهمش هدف كبير زي الهدف بتاع فيكتور. وبالفعل في الكوميكس هو صنع آلة بحيث ان هو يعرف يتواصل مع الارواح اللي ماتت، وكان هيستخدم الآلة دي عشان يرجع امه للحياة تاني. ولكن في خلال مرة وهو رايح عشان يستخدم الآلة دي، ريد ريتشارد قال له ان انت لازم تعيد حساباتك تاني عشان الآلة دي ما تعملش فيك مشكلة. واللي حصل انه فيكتور طبعا الكبرياء بتاعه خلاه ان هو ما يسمعش الكلام بتاع ريد ريتشارد، وفي الاخر الآلة دي بالفعل انفجرت، وبالتالي برضو الوش بتاع فيكتور هو كمان اتشوه. ولما الجماعة عرفت انه كان في آلة اتعملت والآلة دي انفجرت من فيكتور فان دوم، ده خلى فيكتور ان هو ينطرد من الجامعة. واللي اتعرف بعد كده انه بين جريم او شخصية ذا سينج بعدين هو ده اللي كان يعتبر لاعب في الآلة بتاعت فيكتور، وقال الكلام ده ريد ريتشارد بعدين في خلال احداث تانية. وفي اللحظة دي ريد ريتشارد ادرك هو ليه اساسا فيكتور ما كانش بيحبهم، وليه برضو كان بيكرههم وهو ماشي من الجامعة. بعد كده فيكتور لما رجع لاتفيريا تاني قابل شوية صحراء، والصحراء دول علموا له السحر وعملوا له درع معدني لجسمه كله، وعملوا له برضو قناع عشان القناع ده يخبي الاثار بتاعه التشوهات اللي في وشه. والقناع ده لما جه عشان يتحط على وش فيكتور فان دوم اتحط الاول في النار، وبعد كده اتحط على وش فيكتور وهو سخن وخارج من النار، وده اللي خلاه ان هو يستحمل الالم اللي هو كان بيحس بيه، ولكن ادى برضو على ان وشه يتشوه اكتر. ومن اول اللحظه اللي هو لبس فيها القناع كان هو شخصيه دكتور دوم. وبعد كده بدا انه يلعب
بيلعب العاب سياسيه، واهم حاجه عملها في البدايه ان هو وقع الحاكم بتاع لاتفيريا، وكان بيسخن الناس اللي موجوده في لاتفيريا على الحاكم بحيث ان هم يشتموه اكتر ويخلوه ان هو يسيب الحكم. وبالفعل لما الخطه بتاعته هي نجحت والحاكم ساب الحكم، دكتور دوم بقى هو حاكم لاتفيريا، وبدا من اللحظه دي ان هو يستخدم كل الفلوس والموارد اللي موجوده هناك في الدوله اللي هو ماسكها في ان هو يحقق الحلم بتاعه، وهو السيطره على العالم كله. وطبعا الخطه دي هي ما عدتش كده ببساطه، لان ده خلاه ان هو يواجه شويه ابطال ومنهم الفانتاستيك فور. واول مره هو واجه فيها الفريق بتاع الفانتاستيك فور كان لما هو خد سو ستورم على انها رهينه عنده، وخلى بقيه الفريق بتاعها ان هم يسافروا عن طريق آلة هو عملها اسمها التايم بلاتفورم عشان يسرقوا له شويه احجار قديمه اسمها ميرلين. والاحجار دي معروفه في الكوميكس على انها احجار سحريه كانت تعتبر مصدر قوه لكائنات كتير لمده قرون، وبالتالي هو كان بيحاول يدور على الاحجار دي عشان ياخدها ويكون شخصيه اقوى. وبالفعل الفريق هو سافر عن طريق الآلة دي ولقوا الاحجار، ولكن خلوا الاحجار دي ان هي تغرق بحيث ان هم ما يخلوش دكتور دوم ان هو يكون اقوى من الوضع اللي هو عليه دلوقتي. ورجعوا لدكتور دوم من غير ما يبقى معاهم اي شيء، وخدوا سو ستورم وبعد كده مشوا من هناك، وبالتالي اول خطه او اول مواجهه هي فشلت. وطبعا ما ينفعش نذكر دكتور دوم من غير ما نذكر ان هو كان الفيلن في خلال احداث سيكريت وورز بتاعت 2015، وكذلك سيكريت وورز القديمه بتاعت 1984، وكذلك برضو كان يعتبر فيلن في خلال الكوميكس بتاعت سيكريت وورز الجزء الثاني لسنه 1986. وعلى الرغم ان هي سيكريت وورز الجزء الثاني كان الفيلن فيها هو البيوندر، الا ان دكتور دوم كان بيتدخل عشان يسيطر على البيوندر، فكان بيلعبوا على العوامل النفسيه بحيث ان هو يقدر يسرق القوه بتاعت البيوندر ليه ويحقق برضو الطموح اللي هو عايزه. وبالتالي برضو في النهايه بيكون هو دكتور دوم اللي هو الفيلن بتاع احداث السيكريت وورز في كل الاحوال. ولكن يمكن في خلال السيكريت وورز الجزء الثاني دكتور دوم هو اتقفش من البيوندر، وده لما البيوندر عرف ان هو ما عندوش الاحاسيس بتاعت البشر او العواطف بتاعتهم او حتى عنده دافع كويس. وطبعا دكتور دوم في الكوميكس هو ما سابش حد الا وعمل معاه مشاكل. فعندك على سبيل المثال هو كان بيقلب الراي العام على الفريق بتاع المتحولين او الاكس مان، فهو كان ضدهم، وكان بيظهر لكل الناس ان هم يعتبروا كائنات متحوله بتهدد البشريه، وده اللي خلاه ان هو يقف في الصف بتاع توني ستارك عشان بس عايز يموتهم. وسبق برضه عمل مشكله مع سبايدر مان لما هو كان عايز يورطه في مشكله بحيث ان هو يسيطر على نيويورك، ولكن سبايدر مان ادرك الخطه دي قبل ما تتم. ولما فشلت الخطه بتاع دكتور دوم هنا عرف ان هو الايجو او الغرور بتاعه هو ده اللي خلاه ان هو يفشل. وبالنسبه لمشكلته مع توني ستارك او ايرون مان، فكانت المشكله دي ببساطه ان هو الدكتور دوم كان شايف توني ستارك ان هو يعتبر منافس ليه، وتحديدا في التكنولوجيا بتاعته، وهو كان بيقول لنفسه قبل كده ان هو يعتبر توني ستارك مش احسن منه، ولكن برضه هو كان شايف ان هو بينافسه، وعشان كده كان بيفضل يقول كتير على توني ستارك ان انت ما ينفعش تكون قائد او شخصيه ذكيه، وكان بيشوفه ان هو غير جدير بالصفات دي. وبالنسبه لتوني ستارك فهو كان بيشوف دكتور دوم على انه ديكتاتور وعنده طموحات كبيره، ولكن في نفس الوقت هو خطر، لان كان بيشوف كل اللي حواليه مجرد ناس اغبياء واتباع، وده اللي كان بيخلي توني ستارك ان هو بيقف قدام دكتور دوم في اي خطه بيبقى عايز ان هو ينفذها بحيث ان هو يسيطر على العالم. وده لان توني ستارك زي ما وضح ان هو مؤمن ان كل الناس عندها حريه، ومش مؤمن بالعبوديه زي ما دكتور دوم ما شايف. وبعد كده الاتنين كانوا بيفضلوا ينافسوا بعض ويناقضوا بعض على مين هو اذكى شخصيه وعنده تكنولوجيا حديثه. وخلال برضو احداث سيكريت وورز كانوا بيواجهوا بعض بالتكنولوجيا اللي هم عملوها. وفي خلال الاحداث بتاعت سيفل وور اللي حصلت في الكوميكس توني ستارك كان واقف في الصف بتاع الحكومه، وبالنسبه لدكتور دوم فهو كان واقف في الصف الثاني واللي كان فيه شايف ان الحكومه منظومه فاسده. وعلى الرغم من المشاكل اللي موجوده بين دكتور دوم والفريق بتاع الفانتاستيك فور، الا انه برضه هو حضر الولاده بتاعت فاليريا ريتشارد، وده لما سو ستورم كانت قربت ان هي تولد، وجوني ستورم راح لدكتور دوم بحيث ان هو يساعدهم، وده لانها كانت هتموت، وده لان طبعا هي عندها قوه، وكذلك برضه جوزها اللي هو ريد ريتشارد، فاكيد طبعا المولود هيبقى عنده قوه برضه دمج بين الاثنين. فكل ده كان بيخلي سو ستورم تحس ان هي بتموت وهي بتولد. واللي حصل انه دكتور دوم موافق بالفعل ان هو يساعدهم، ولما راح وساعدها لقى انه ريد ريتشارد وصل، جوني ستورم هو اللي فهمه ان فعلا سو ستورم كانت بتموت، وجوني هو اللي راح عشان يجيب دكتور دوم بحيث يساعدهم. ولما بالفعل هو ساعدهم خلوه ان هو يسمي المولوده بتاعتهم، وهو سماها فاليريا ريتشارد، وده على اساس يعني ان هم يشكروه. بالنسبه للشخصيه في عالم كوميكس مارفل فهي ليها احداث كتير جدا وليه برضه كوميكس كتير، ولكن مش هنقدر ان احنا نحطهم كلهم في خلال فيديو واحد. بس الفيديو ده يعتبر كان هو الخلاصه بتاعت الشخصيه بتاعت دكتور دوم والاصول بتاعته في الكوميكس، بحيث ان انت تبقى عارف مين هو الشخصيه دي.